شكرا أيها العدوليون الأوفياء. شادي تعال عندي. هل أنت يا شادي مستعد تخون كرمالي؟ أجل أيها السلطان. برافو. رح زد لك 10 عسمليات دهب على معاشك. شكرا. تفضل. أيها الرولي تعال تعال لعندي. يا رولي لجهودك الجبارة اللي عم بتمارسها بالبرنامج رح جيب لك ستيكات ذهب لحتى تخبط فيهم. اغرب عن وجهي. أيها الآلان أما أنت أيها الآلان هيدا الجيتار البيس اللي حامله السلطان راح يهديك ستار مذهب مع لولو. ارحل ارحل. أما أنت أيها العبد برنار رح أعطيك حريتك لحتى تلعب بغير بندات، وإذا اعترض اللي اسمه شادي خبرني لأقطع له راسه. ارحل. أيوة، مين تأخر 3 ثواني على موعده؟ قطعوا له لسانه، اخصوه، اقتلوه. قرار السلطان العادل منزل وكلمته ما بتصير 2. أما أنتن أيتها الجواري روحوا على الباك ستيج حضروا لي بانيو العسل وحليب الجمال وانطروني، أنا بالبريك بطل عليكم. هيا هيا ارحل. يا أديب يا بني، يا أديب يا بني، جيب عبدين معك واحملوني حطوني جوا لحتى أغير ثيابي لأنه بدي بلش بستاند أب. اهلا وسهلا، مساء الخير ابو الشاب شباب. شو بدك؟ حلو العز يا زلمه. ايه لك. شو بدك بالحكي؟ انا بدي اتشكر زميلتي الملكه احلام، بدي اتشكرها لانه بالقرن ال21 رجعتنا لايام السلاطين والعبيد والجواري.
جو حلو. هيدي الرخوة مع رخوة حلوة حلوة. فكرت كثير شو بدي اطلق لقب على نفسي. قلت ملك. في كثير ملوك. في عندك يعني خاصة بلبنان في ملك البطاطا، ملك الطاووق، ملك الفلافل، ملك البطيخ، شاورما. ملك الشاورما. انه هذا اللقب يعني ما له عازي. سوري يعني. امبراطور. قلت انا اذا بسمي حالي امبراطور بده يزعل مني صديقي امبراطور نورستان مش الالفتريادس. طيب جينا يا اخي فكرنا امير. تعال فكر فيها. ما في امير يزبك، في الامير الصغير، في وسام الامير. مأخوذ. انا بيني وبينك امير يعني لقب صغير يعني ما بعبي لي عيني كمان. طب بريزيدون. تعال بريزيدون انه هذا لقب يعني مش لك. مش لإلي كمان. هو هذا اللقب صار مبهدل ومبهبط بلبنان. فقلت يا عادل شو بدك تسمي حالك؟ ما إلك غير سلطان. يعني بالاذن من اصحابي واصدقائي سلطان بروناي وصديقي سلطان طرب جورج وصوف. هلا رح تقولوا مين انت يا عادل تتسمي حالك سلطان؟ ما انت لبناني شقفة بياع فلافل مثل ما قال جلالة الملكة احلام. معلش خلينا نكون واضحين. اذا يلي كانت تضيف قهوة صارت ملكة يعني طبيعي اللي بده يبيع فلافل بيقدر يصير سلطان. ولا لا يا احلام؟ الاسبوع الماضي حكينا بهيدا حكي عن الحلوميين، فغضبت ملكتهم وقررت تهين الشعب اللبناني. هلا ما انا اللي نكتت، هينيني الي شو بدك بالشعب اللبناني؟ الله يساعدك مع مين علاقتك؟ غلطت. لكن انا ما راح رد بقالب حلوم هالمره، راح احكيكي بلغه انت بتفهميها. اولا قبل ما تجي على لبنان يا ملكه كنت هيك. هيك. هلا من بعد ما نحن اللبنانيين نفضناكي وحددناكي وعملنا لك زنار بويا صرتي هيك. هلا ما في فرق كثير يعني، بس كمان نحن ما فينا نعمل العجايب يعني. هذا اللي قدرنا نعمله ما تواخذينا. يعني نحن فينا يعني نحن عنا شو بدي اقول لك نعمل عجايب من برا بس من جوا سبحانه هو بس. شاسيه مضروب. ثانيا كنت على طول جوعانه، هلا صرت تعرفي بالكنتاكي وقت ما صرتي حريفه كنتاكي صرتي كنتاكي على الاصول. البركاج فيه كنتاكي، بدي اكل كنتاكي اليوم. اذا ما في كنتاكي على الاوتيل راح اعمل مشكل كبير. كيفي ابي كنتاكي كيفي. انا بقول لك بكره بعد كنتاكي. ثالثا كان ذوقك بالموضه عدم شرعي. هلا تحسن ما بقى عدم شرعي صار عدم بس. شو هيدا؟ بيوتي اند ذا بيست. بس مسابي هون ما في بيوتي في البيست. بيست لحاله. رابعا يا عيني كان عندي غنية وحدة ما في غيرها بيقولوا انه بتنسمع انا ما بسمع. اللي ما يطول العنب حامضا عنا يقول.
حلو. وبعدك على نفس الغنية ما في غيرها، وعاملة فيها نجمة وصاحبة تاريخ غنائي وما حدا سامع فيه كمان. كفي؟ كفي. من كفي؟ روح. راح كفي. عم تعاير لبنان بالزبالة يا كنتاكي؟ أنا قلت لك رح جاوبك بطريقة أنت بتفهميها. رح أقول لك بسيطة يا تجاجة. هاي الكلمة خليجية بركي بتفهميها. نحن دايما بلدنا مفتوح للجميع، بس مش للي بيشرب من البير وبيرمي فيه حجر. شوفي يا كنتاكي يا تجاجة، اسمعي منيح اللي بدي اقول لك اياه. كل اللي سمعتيه هيدا حكي من سلطان، هيدا حكي، والحكي بيناتنا رح يطول، وهيدا حكي. خلينا نبلش من الاول ونشوف هالتقرير. كل هالاهانات يلي وجهتهم احلام للبنانيين هن ببساطه لانها ما بتتقبل المزح والانتقاد يلي توجه لها ببرنامج هيدا حكي مع تناول قضيه توقيف برنامج الملكه. خلونا نتذكر شو قال عادل كرم عن احلام واذا هالشي بيستدعي رده فعل المهينه. فكرت الملكه وايش بدي اسمي عشاق الملكه؟ قالت اخر شيء بسميه الحلوميين. ممتاز. هلا زعلت الملكه لانه انتقدنا برنامجها. تمام فهمت. شو وقفت علينا يعني؟ ما جريدة القبس الكويتية حطت عنوان الجمهور مش عاوز كده. شوف منيح؟ هيدي أهم جريدة بالكويت، الجمهور مش عاوز كده.